كنافة ومانجا طعم ما يتقاومش. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، كنافة بالمانجا. اول حاجة هنعملها، هنجيب طاسة وهنحط فيها 4 معالق كبار من الزبدة السايحة. هنستنى لغاية ما الزبدة كلها تسيح. بعد كده هنحط ربع كيلو من الكنافة الناعمة، هنضربها في الكبة، بس هنحطها في الفريزر الاول علشان تبقى سهلة معانا واحنا بنضربها في الكبة. بعد كده هنحط عليها 3 معالق كبار من السكر الابيض، وهنفضل نقلب فيها على نار عالية لغاية ما تدي اللون اللي حضراتكم شايفينه دوت، بني ذهبي فاتح. بعد كده هنعمل الكريمة، كوبايتين كريم شانتيه او كريمة لباني بودرة، ومعاها كوبايتين من اللبن، واللبن هنا يبقى ساقع، وهنضرب كويس جدا. بعد كده هنحط اللبن تدريجيا كده. خلصنا اللبن، وعلشان الكريمه تبقى ناعمه نحط اللبن قد الكريم شانتيه او الكريمه اللباني البودره، وهنحط معاها نص كوبايه من السكر البودره وهنضربهم مع بعض. هنحط بعد كده بقى في كوبايات اكريليك او كوبايات ازاز او اي حاجه عند حضراتكم، هنحط الكريمه تحت، وبعد كده الكنافه، وبعد كده المانجا، والمانجا هنا مقطعينها مكعبات. بعد كده هنحط الكريمه تاني، وهكذا الى انتهاء الكميه طبقات. حطينا الكنافه اهوت زي ما حضراتكم شايفين، هنحطها طبقات، والمانجا بعد كده، وهنزوق الزواق دوت بالكريمه اللي احنا عملناها. وبالهنا. لو حابين الوصفه الجايه تقولوا لي ايه علشان اعملها لكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنيه رايكم في التعليقات. مع السلامه.